النهارده ان شاء الله جايبه لكم طريقه البونيه دوا. طالع موضه وطالع ترندي. وممكن كمان تعمليه مشروع لان هو بيتكلف يعني. لو عندك المتر، لو انت هتعملي البطانه شبه اللي جوه الاتنين زي بعض، المتر هيعمل لك 3 قطع، البطانه والقطعه الخارجيه. خلاص القطعه دي عباره عن 50 في 50. بتطبقيها الطول على العرض والعرض الطول على الطول والعرض على العرض، تعملي مربع كده. مربع، وتيجي من عند البوزة ومسافة 25 سنتي، وهتعملها دوران، هتدوري كأنك بتعملي الجيبة الكلوش. خلاص، وهتقصي على الدوران كده، هتبقى موجود عندك دايرة. وطبعا هتقصي الكلام ده كله على القماشة الستان والقماشة البطانة نفس الطريقة. هيبقى عندك كده دايرتين، دايرتين، واحدة بطانة واحدة الأساسي اللي من بره. ويفضل اللي من بره اللي هي تبقى الستان. هتيجي من على الطرف، هتحطي الدايرتين فوق بعض، وهتخيطي على مسافة نص سنتي او 1 سنتي. وتخيطي داير ما يدور، وتسيبي فتحة 3 سنتي تقلبي منها البونيه. وبعد ما تقلبي البونيه زي ما انت شايفة كده اهوت، هتيجي خياطة، هتاخدي الاستك. هتمشي مثلا عرض الاستك 1 سنتي، بقى تخشي مسافة تاني بعد ما تقلبي، تعملي خياطة داير ما يدور تاني حوالي 1.5 سنتي. الاستك 1 سنتي، هتمشي داير ما يدور 1.5 سنتي. في الفارغ اللي في النص ده بقى هتعملي ايه؟ هتدككي الاستك. هتاخدي مقاس الاستك على دوران الراس من فوق، مطرح ما يتحط البونيه، وهتقصي عليه الاستك. وبلاش، بصي، هي ربطة الاستك بلاش تربطي الربطة دي، لان الربطة دي هتقرف جدا وانتي لو لابساه، وخصيصا لو البنات طبعا، ده لان ده بيتلبس وقت النوم خصيصا، يعني لما بتيجي تنامي عشان الشعر ما يبوظ. خلاص، فهي الكلكعه دي هتقرف في الراس من ورا، هتضايق. فيفضل انت تحطي الاطراف بتاعه الاستك على المكنه، وتخيطيها زي ما كانك بتعملي الاستك بتاع القمر، وتثبتيه كويس جدا، وتعمليها كده افضل. وكده خلصت معانا معلومه النهارده.